بقالي فترة بدور على كاميرا صغيرة تغنيني عن التصوير بالموبايل وتكون مفيدة جوه البيت وبره البيت. وطبعا بما اننا متراقبين فكل مواقع التواصل بدأت تقترح لي كاميرات صغيرة تكون بديلة للموبايل، لكن في كاميرا معينة منهم كانت دايما لافتة نظري وهي الدي جي اي اوزمو بوكيت 3. الكاميرا بتيجي بجيمبل زي الجيمبلز اللي موجودة في درونات دي جي اي، وبتيجي بسنسور 1 انش وبتصور 4K 120 فريم او فول اتش دي 240 فريم. كان في مميزات كتير في الكاميرا دي تخليني احب ان انا اجيبها، خصوصا نسخة الكرييتر كومبو، ولكن للاسف نسخة الكرييتر كومبو هنا في المانيا ما كانتش بتقل عن 620 يورو، وفي مواقع كانت بتبيعها ب 680. فانا قلت هستنى ان شاء الله لحد ما ينزل عليها عرض كويس واطلبها باذن الله. ومن حوالي اسبوعين كده نزل عليها عرض ما يتفوتش بصراحه على موقع ميديا ماركت، وطلبتها بسرعه قبل ما العرض يخلص، وبعد يومين جالي ايميل ان الاوردر وصل للفرع ولازم تروح تستلمه. رحت استلم المنتج وانا متحمس جدا، والشوارع كانت ضلمه مع اننا كنا لسه الساعه 4 العصر، ولكن ده الطبيعي في المانيا. وصلت فرع ميديا ماركت والفرع كان فاضي جدا، ما كانش فيه غير الناس اللي شغالين جوه، فدخلت على طول عشان استلم الكاميرا. Hallo, Entschuldigung, ich habe hier einen Bucket. So, krieg hier einmal eine Unterschrift bitte. Mit dem Finger. Mit Finger? Genau, einfach mit dem Finger. Schon? Kann ich mit Karte bezahlen bitte? Ja. So, ganz wichtig, sobald das aufgemacht ist, können wir es nicht wieder zurücknehmen. Dann nur noch über DJI abwickeln. Über den Hersteller selbst. Genau. Schönen Tag wünsche ich noch. Okay. والله صغيرة كده ليه؟ لما شفت البوكس بتاع الكاميرا ولقيته صغير استغربت، لان انا كنت فاكر ان الكاميرا اكبر من كده، ويمكن ده كان سبب من الاسباب اللي خلاني اخر الشراء بتاعها شويه، لاني كنت عايز اصغر كاميرا تديني اداء كويس وتغنيني عن الموبايل، لاني مش بحب اصور فيديوهات بالموبايل. وطبعا انا طلبت نسخه صناع المحتوى اللي بيجي معاه كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها للكاميرا. كل اللي انت هتبقى محتاج تشتريه هو كارت ميموري بسرعه قرايه عاليه علشان تقدر تصور 4K 120 فريم في الثانيه وتاخد اعلى اداء من الكاميرا. لما فتحت الكرتونه اول منتج كنت بدور عليه طبعا هي الكاميرا، ولكن لقيت شنطه فيها كل المحتويات من ضمنهم الكاميرا. الكاميرا بتيجي بجيمبل مدمج فيها زي درونات دي جي اي، وده بيحافظ على ثبات الصوره وبيقلل الاهتزازات. تصميم الكاميرا جميل جدا وبريميوم جدا ومفهوش غير زرارين اصلا، وهو ده كل اللي انت محتاجه للتصوير، لان عندك شاشه تاتش 2 بوصه، هي اي نعم صغيره شويه، ولكن لو كانت كبرت عن كده كان للاسف حجم الكاميرا هيكبر وكان ممكن تكون مش مناسبه لناس كتير. بيجي عندك زرار الباور، والزرار اللي جنبه ده اللي بتحكم فيه من الجيمبل. لو عايز تخلي الجيمبل يغير اتجاهه بتضغط 3 مرات على الزرار بتاع حركه الجيمبل، ولو عايز الجيمبل يرجع استقر في مكانه بتضغط ضغطتين فبيرجع ياخد الوضع الاساسي بتاعه. من الجنب بيجي مكان تركيب كارت الميموري، ومن الناحيه الثانيه هتلاقي مكان العلاقه اللي بتيجي معاك جوه الشنطه علشان تعلق فيها الكاميرا لو عايز تخرج بيها ولا حاجه وتضمن انها دايما مربوطه في ايديك. ومن تحت بيجي منفذ التايب سي عشان تشحن الكاميرا، او لو عايز توصل مايك خارجي بمنفذ تايب سي وليكن مثلا مايك تاني غير اللي بيجي مع الكرييتر كومبو. لو انت ما اشتريتش نسخه الكرييتر كومبو مثلا تقدر توصل اي مايك تاني وليكن مايكات هوليلاند. الكاميرا بتصور افقي لو انت خليت الشاشه بالوضع الافقي، ولو انت عايز تصور في الوضع الراسي بتلف الشاشه، لكن ساعتها الجوده بتقل من 4K ل 3، واكيد دي حاجه هيحسنوها في النسخه الجايه من الكاميرا وهيخلوها تصور 4K في الوضع الافقي والوضع الراسي. ده بالنسبه للكاميرا نفسها. تاني قطعه بتيجي معانا وهي فردة مايك من دي جي اي مايك 2، والحقيقه المايك شكله بريميوم جدا، واول ما بتشغله بيتربط بشكل تلقائي بالكاميرا، وده بيسهل عليك التصوير. ان انت كل اللي انت محتاج تعمله انك تفتح الكاميرا وتفتح المايك بس كده انت جاهز للتصوير. المايك خامته محترمه جدا وبيجي بمنفذ تايب سي عشان تشحنه بشكل منفصل، وفي كمان ذاكره داخليه جوه المايك لو انت عايز تاخد نسخه احتياطيه من صوتك جوه المايك وتخليها معاك احتياطي. كمان العزل بتاعه قوي جدا وبيجي معاه الديت كات اللي بتركب عليه عشان تعزل الرياح او نفسك لو انت مقرب المايك منك. وطبعا الجزء المغناطيس اللي بيجي في كل مايكات دي جي اي، ولكن زي ما قلت من شويه ان انت تقدر تستخدم اي مايك عموما مع الكاميرا، زي مثلا المايك الدي جي اي مايك ميني اللي انا بستخدمه لصناعه المحتوى، اقدر اربطه برده مع الكاميرا بدون جهاز الاستقبال. نفس الكلام ممكن استخدم المايك الهوليلاند، ولكن هحتاج جهاز الاستقبال التايب سي اركبه جوه الكاميرا. دلوقتي انت شايفني وسامعني بالدي جي اي اوزمو بوكيت 3 من غير ما استخدم المايك، اما دلوقتي انت بتسمعني من الدي جي اي مايك 2 اللي بيجي مع الكاميرا في نسخه صناع المحتوى، وده من غير تشغيل خاصيه العزل. بس انا المكان عندي هادي اصلا، فلو شغلت خاصيه العزل مش هتحس بحاجه، بس هنجربها برضو. دلوقتي اللون بقى اصفر، ده معناه ان احنا شغلنا خاصيه العزل، وانا حاطط الديت كات عشان المايك قريب من بقي، فعشان صوت النفس بتاعي ما يجيش جوه المايك. بيجي مع الكاميرا كفر تعينها فيه علشان تحافظ عليها، لان الكاميرا لو وقعت منك والجيمبل اتكسر فللاسف انت كده خسرت فلوسك ومش هتشتغل تاني، لازم توديها لشركه دي جي اي تصلحها لك او تغيرها لك.
تالت قطعة بتيجي معانا وهي القطعة الصغيرة دي، والحقيقة ما كنتش فاهم مغزاها ايه وسبب وجودها في الشنطة لحد ما اكتشفت ان هي موجودة علشان تقدر تركب الكاميرا على ترايبود. لان زي ما قلت من شوية ان الكاميرا بتيجي من تحت بمنفذ تايب سي، فانت مش هتعرف تركبها على ترايبود، فبتركب فيها القطعة دي ومن تحت بتركب الترايبود. وبرضه عامل حسابه عشان لو حبيت تشحن الكاميرا وهي موجودة على ترايبود فعامل لك منفذ تايب سي موجود في ظهر القطعة. اما القطعة دي فهي نفس القطعة اللي فاتت ولكن جواها بطارية علشان تاخد فترة تصوير اطول لو انت حابب. بيجي معاها برضو الترايبود الثلاثي ده عشان تثبت عليه الكاميرا وتربطه في اي قطعة من الاتنين دول وتركبها في الكاميرا وتقدر تثبت عليها الكاميرا لو انت بره او لو انت حابب تصور والكاميرا واقفة على حاجة مش وانت ماسكها في ايدك. بيجي برضو عدسة وايد انجل في نسخة صناع المحتوى، وده عشان توسع الكادر بتاعك شوية لو انت شايف ان هو ضيق وعايزه يكون اوسع شوية. طبعا بيجي معاك سلك شاحن تايب سي تو تايب سي عشان تشحن بيه الكاميرا والبطارية والمايك. اخر حاجه بتيجي في الشنطه وهي علاقه اللي قلت لك عليها من شويه، اللي بتربطها في الكاميرا وتلفها على ايديك بحيث ان الكاميرا ما تقعش منك لو انت بتصور بره. وطبعا الشنطه نفسها اللي بتيجي بخامات كويسه جدا وتقدر تعين فيها الكاميرا بكل محتويات. الكاميرا تقدر تتحكم فيها وتتابع الكادر بتاعك عن طريق تطبيق DJI ميمو اللي بينزل على اجهزه الاندرويد واجهزه iOS، وتقدر تعمل لها كل التحديثات من جوه التطبيق. كمان من جوه التطبيق تقدر تطلع بث مباشر باستخدام DJI Osmo Pocket 3، وبرضه تقدر تستخدمها كويب كام. مميزات كتير جدا موجودة في كاميرا صغيرة حجمها أصغر من كف الإيد، خفيفة وشكلها شيك، ولو حد شافها معاك بره هيحس إن أنت شخص محترف. والحقيقة الكاميرا شكلها مبهر أصلا وجودتها تحفة، وأنا بدأت أستخدمها فعلا في صناعة وبدأت أعمل بيها فيديوهات وأرفعها على القناة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتكتب لي رأيك في كومنت. وشكرا لكل واحد وصل معايا للدقيقة دي، خد مني قلب واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.